نبدأ اليوم إن شاء الله من قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. العهد المدني بيبتدي بعد تكوين الدولة والرد على الظالمين اللي هم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من بلادهم، وما كانوا ليخرجوا أبدا لولا أن هؤلاء القوم أخرجوهم. فبداية أنت أصلا شرع لك دفع الظلم، يعني بداية فكرة الجهاد بشكل عام هي دفع للظلم لا أكثر ولا أقل، ثم رفع الظلم عن الآخرين وإتاحة الفرصة إن هم يذهبون إلى الله تبارك وتعالى. والشر كان يتمثل بداية الأمر يتمثل تمثلا واضحا في مين؟ يتمثل تمثلا واضحا في كفار قريش، لأنهم كانوا يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى ويبغونها عوجا. فلما جه وقت الجهاد احنا قلنا ان كان في بعض الصحابة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، وقيل ان الكلام ده كان في مكة، وقالوا: يا رسول الله، يعني احنا كنا أهل عزة وأهل قوة ونحن على غير دين الإسلام، فكيف هذا الحال الذي نحن فيه الآن؟ أسلمنا وإحنا عايزين نقاتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر بقتال، إني لم أؤمر بقتال. ثم تتبدل الأحوال ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويأمره الله تبارك وتعالى بالقتال على الدرجات اللي احنا اتكلمنا عنها فيما من قبل يعني. فإذا بهؤلاء أو بعض من هؤلاء الذين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم القتال، قال تعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ده اللي كان المطلوب منك في الأول. أنت تريد شيء آخر، هذا غير مناسب، والله تبارك وتعالى هو العليم الحكيم وهو الحكيم العليم. ويتبقى أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ولا يكاد العهد المدني يخلو منه ذكر للجهاد، إما في إعلاء شأن الجهاد أو الحض على الجهاد أو أحكام الجهاد إلى آخره. فتأتي الآية هنا، والحديث في سبب النزول أو في واقعة نزول هذه الآية رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه من عند الله تبارك وتعالى هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. يبقى الآية نزلت إزاي يا شباب؟ في الأول صلوا على النبي كده وتركزوا معانا. نزلت بالهيئة دي، الصوت بره عالي أوي سبحان الله. نزلت كده: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ما كانش نزلت فيها غير أولي الضرر، فالآية كانت بتتكلم مجاهدين وقاعدين. مين اللي كان حاضر الجلسة دي؟ كان حاضر ابن أم مكتوم، وكان ضريرا، كان أعمى، فقال: يا رسول الله، يعني كيف أفعل وأنا ضرير؟ فنزل في التو واللحظة من عند الله تبارك وتعالى هذه الزيادة ودونها زيد، ألا وهي غير أولي الضرر. يبقى المجاهدون في درجة عالية جدا جدا جدا، لا يمكن يتساوى من جاهد بماله وجاهد بنفسه مع من قعد. والآيات هنا في الأغلب الأعم تتحدث عن جهاد التطوع وليس جهاد الفرض. ليه؟ لأن جهاد الفرض المقاتل له أجر والقاعد عليه وزر. أما هذه الآية قال الله تبارك وتعالى فيها: وكلا وعد الله الحسنى. يبقى احنا كده بنتكلم عن المؤمنين بشكل عام، لكن اللي جاهد تطوعا والذي قعد ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. الجهاد بشكل عام هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. أي نوع من أنواع الجهاد، لأن أكيد مش كل الناس بجميع أنواعهم وأفرادهم، الكبير والصغير والمرأة والرجل والست، كلهم هيطلعوا يجاهدوا. ده أمور بتنظم، وفي جيوش، وفي ناس بيبقوا يفضلوا في البلاد نفسها، وفي ناس قائمين على الثغور، وناس بيعملوا الأكل، وناس، ففي مجموعة. فرض كفاية يعني إيه؟ يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ماشي؟
إمتى بيكون فرض عين؟ إذا عينك الإمام، أو كان لابد أن تخرج أنت، يعني فرض عليك أنت بسبب الواقعة اللي أنت فيها، العدو جالك أنت، أو سقطت الدولة كلها وأنت اللي لازم تتدخل الآن. أو يعينك الإمام يقول لك أنا عايزك تجهز عشان تطلع معانا في الجهاد في الجيش. على فكرة الجيوش دلوقتي تشمل مثل هذا، خلاص إن شاء الله رب العالمين. وأنا أتحدث طبعا على حد علمي إن هي دول مسلمة وفيها الخير الحمد لله، إلا أن يطلب منك شيئا حراما فهذا أمر آخر. لكن بشكل عام الإقامة على الثغور في الجيوش لحماية حدود البلاد هذا من الجهاد. وإذا أمرك الإمام أو الرئيس أو الأمير أو السلطان أو الملك أيا كان ولي الأمر في بلدك فهذا يكون فرض عين عليك. إحنا هنا بنتكلم عن النقطة بتاعت التطوع. الله تبارك وتعالى يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. بنقول الآية دي لما نزلت من غير كلمة أولي الضرر. والحديث اللي بيرويه زيد بيقول إن هو كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فقام إليه أحد الصحابة وهو ابن أم مكتوم وكان أعمى، فقال يا رسول الله يعني وكيف أفعل وأنا أعمى؟ ففي التو واللحظة يقول زيد إن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كانت على فخذه. تصور الأمر إزاي؟ في رواية تانية عند أحمد إن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم سقطت على فخذه، يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد وقريب منه جدا جدا زيد، زي ما احنا بنقعد في حلقة كده ومن شدة القرب بيبقى ممكن واحد مربع رجله ورافعها شوية لفوق والتاني قاعد جنبه ومربع رجله برضه ورجليه تحت، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم يعالج شدة شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة قبل كده في يوم عن الصور اللي بيجي لك فيها الوحي يا رسول الله، بيجي لك شكله إيه ولا هيئته إيه؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، منها أن جبريل عليه السلام يأتيه في صورة رجل فيكلمه، ومنه أنه ينفث في روعه صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يأتيه مثل صلصلة الجرس ويتلبس به الملك. يتلبس به الملك علشان تفهمها وببساطة، ودي من الحاجات طبعا اللي الملحدين وبعض الديانات الأخرى زي النصارى وغيرها بيحاولوا يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان ملبوس أو مجنون، يعني هما بيقولوا كده مسه جن بسبب بعض الأحاديث اللي زي كده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يتلبس بي الملك فيفصم عني وقد وعيت عنه. يتلبس يعني شفت اللي بيلبسه عفريت؟ ده عفريت، فبيطلع منه أحوال العفاريت، يتجنن ويتشنج ويصوت ويصرخ ويقع في الأرض ومش عارف إيه ويفتح بقه، مجنون صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلبس به الملك ويفصم عنه وقد وعى عنه. في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه كان الوحي بيبقى مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد يتفصد جبينه عرقا. في الحديث هنا في حديث تاني عفوا كان لو كان راكب على الناقة كان من ثقل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتلبس به جبريل عليه السلام كانت الناقة تبرك. تخيل الناقة اللي بتشيل مئات الكيلوغرامات وربما يصل إلى الطن وأكثر أحيانا، كان إذا جه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع الحركة وتبرك في الأرض. فزيد بيقول في الوقت ده ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه ثقلت على فخذي حتى أحسست أن فخذي ترد في الأرض. ترد يعني زي تتفعس. فلو حد بيقول إن واحد يعني بيقول الحديث ده حديث صحيح أهو، وده معناه إن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بيألف الحديث أهو أو بيألف القرآن، يعني كان بيقول الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، فواحد قال له يا رسول الله بس أنا أعمى، قال خلاص نزود فيها غير أولي الضرر. لو أنت الحديث هتاخده ولا مش هتاخده؟ لو هتاخده لازم تكمل في الرواية طالما هو حديث وطالما هو صحيح، وتثبت فيه المعجزة اللي قالها زيد نفسه، وهو بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تغشاه السكينة
وجسده صلى الله عليه وسلم يثقل حتى تنأى به الجمال، وهو نفسه بيقول ثقلت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت ترد فخذي. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. الأحوال دي يا شباب علشان حد يفهم بس التفرقة. واحد يقول إيه، طب ما يمكن شيطان فعلا، يقول يعني يمكن ما جن هو اللي تلبس بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول ودي مسألة بقى منطقية يعني، والله لئن كان الإنسان لما يتلبس به الشيطان يخرج منه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ده بيخرج من واحد ملبوس بشيطان. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ده يخرج من واحد لابسه شيطان؟ ده ونعم الشيطان يا راجل. احنا نعرف أحوال الملبوسين، نعرف أحوال المهووسين، نعرف أحوال الممسوسين، مصروع ومجنون ومهبول وبسويت وارتماء على الأرض، وأحوال الشياطين واللي بتتحكم فيه الشياطين. بقى واحد لابسه شيطان يخرج منه تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ده يخرج من واحد لابسه شيطان؟ ده نعم الشيطان لو كان ده شيطان، نعم الشيطان لو كان ده شيطان. وذلك المنطق يأبى هذا. هم بيقولوا كده، هم بيقولوا إن بما إن في أحاديث بتقول حاجات زي كده وإن النبي كان بيشوف حاجات الناس ما بتشوفهاش وده ممكن يكون بقى شيطان، فاهمين؟ يقولوا كده ممكن يكون ده شيطان. فإحنا بنقول لهم والله لو كان ده شيطان ده نعم الشيطان الذي يدعو إلى البر وإلى الصلة وإلى حفظ الحقوق وإلى كل خير خرج من النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم الشيطان. لكن نحن نقول كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلبس به الملك فيفصم عنه وقد وعى عنه صلى الله عليه وسلم. ودي كانت من الأحوال التي يأتيه فيها الوحي. ومن الأحوال أيضا أنه كان يرى جبريل عليه السلام في صورته التي خلقها الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل في صورته التي خلقها الله عليها وله 600 جناح صلى الله عليه وسلم. فزي ما قلنا لما بعض الناس يخيل لي إن دي ممكن يعني تكون شياطين أو أحوال شيطانية، تعالوا نقرأ القرآن. ولذلك الحجة الأصلية اللي بيننا وبين منكرين الإسلام وبين أعداء الإسلام أو بين المنتقدين الإسلام، تعالوا نقعد نفتح الكتاب، وافتحوا الكتاب بتاعكم ونشوف. صح كده؟ ما هم زمان لما جه القرآن في ناس قالوا إيه؟ قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. كان لسه طبعا القرآن لم يكتمل، فقالوا يجيب لنا كتاب زي اللي جه لموسى كده، لأن كتاب موسى جه في مرة واحدة، نزلت التوراة مرة واحدة، ما نزلش منجما ومفرقا زي القرآن. والتوراة فيها تشريعات متكاملة خلاص كده، أحكام بقى مثلا الأكل والشرب والحرام والحلال والزواج كتاب التوراة كتاب متين طبعا قبل التحريف. فلما جاء القرآن قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا. قالوا 2 سحرين تظاهرا يعني تعاونا، وقالوا إنا بكل كافرون. قال تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. هات لي كتاب بيتكلم زيه وبيقول كلام رائع زيه، ويتحدث عن الأولين والآخرين، عن البر والصلة، عن السلم والحرب، عن الأخلاق، عن التربية، عن التزكية، عن العلاقات الاجتماعية، علاقتك بأبوك وأمك، علاقات الأسرة، علاقات الأمم. ثم هو مع ذلك يتحدث عن التدبر في الكائنات والتدبر في السماوات والأرض والعبودية لله تبارك وتعالى، وعن التوبة وعن ترك المعاصي وعن عدم ظلم الناس والبعد عن القتل والبعد عن الفحشاء. كل ده خارج من شيطان، ونعم الشيطان. لو كان يعني حد يفهم الكلام غلط، احنا على السوشيال ميديا كله بيقطع. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وكل ما نتكلم عن الجهاد في الإسلام
يطلع دايما برضو الناس اللي ما بيحبوش الإسلام قوي بيخافوا ويتخضوا من كلمة الجهاد اللي هي الحرب، يعني اللي هي القتال عادي خالص. ومع ذلك هم في كل وقت وحين يتباهون بالجيوش وبالأسلحة وبالمفاعلات وبالطائرات. طب ما أنت نفسك بتقول السلام يأتي بالقوة ولا بد من الحفاظ على هيبة الدولة، وكل العالم ماشي بكده. اشمعنى لما تيجي على الإسلام والمسلمين يبقى ده يحصل لكم إريتيشن من الكلمة؟ ما هو زمان على فكرة الوزارات أصلا، وزارة الدفاع في بعض الدول العربية أو الإسلامية كان اسمها أصلا الجهادية أو الجهاد أو وزارة الجهاد، زي بالظبط كده وزارة الحرب بتاعة ترامب كده، عجباكوا دلوقتي دخلت دماغ اسمها وزارة الحرب. كان زمان عندنا اسمها وزارة الجهاد اللي هي الدفاع دلوقتي يعني. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جماعة موضوع القتال دوت، لأن في ناس لا ترعوي، في ناس ظلمة، في ناس مجرمين، في ناس قتالين، في ناس ظلمة ببساطة، ومش هيسكتوا. وربنا سبحانه وتعالى لأنه يعلم ويعلم الغيب ويعلم ما سيحدث سبحانه وتعالى بيؤكد أن القتال لن يتوقف. ليه؟ لأن الشر لا يتوقف. ولذلك جاء في القرآن: وأعدوا. وجعل الله تبارك وتعالى الجهاد ذروة سنام الإسلام. سبحان الله. فقال تعالى: وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. طب إيه الدرجة الأولى اللي جت في الآية، وإيه بقى الدرجات اللي هتيجي في الآية اللي بعدها؟ قال تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. إزاي؟ درجات منه ومغفرة ورحمة، درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إيه الدرجة الأولى وإيه الدرجات الثانية؟ قيل إن ده تأكيد، درجة ودرجات. الله تبارك وتعالى يؤكد إن درجة المجاهدين عالية جدا. وقيل إن الدرجة دي هي ارتفاع المجاهدين على القاعدين المعذورين، والدرجات ده ارتفاع المجاهدين على القاعدين غير المعذورين. ولكن بعض العلماء، ولذلك مال الإمام القرطبي رحمه الله، بيقول لا، المعذورين بياخدوا نفس الأجر بالضبط. وده من أجمل ما يقال بصراحة، لأنه معذور هيعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع المجاهدين يقول: إن بالمدينة رجالا، صلى الله عليه وسلم هم بيجاهدوا دلوقتي، بيقول لهم في المدينة مش بيجاهدوا معانا يعني، رجالا. مالهم يا رسول الله؟ قال: ما نزلتم منزلا إلا شركوكم الأجر. إيه ده؟ زيك بالضبط. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف، بيقول ما نزلتش، بس مش بيتكلم بشكل عام القتال بشكل عام، لا ده بيوصف ان انت لما ما اتحركتش مكاني، في منزل صعب، في منزل في رمال، في حتة فيها صحراء، في حتة فيها عطش، في حتة فيها ما بتنزلش منزل إلا وهؤلاء القوم معكم شركوكم الأجر. يبقى بالتالي الأولى إن أنت مش هتكون أعلى منه ولا حاجة، طالما أنه معذور عذر مقبول عند الله تبارك وتعالى. يبقى الدرجة والدرجات على القول الأقرب والله أعلم إن ده تأكيد من الله تبارك وتعالى، أو درجة في الدنيا بالثناء والمدح والبشارة، والدرجات في الآخرة. الدرجات في الآخرة يا شباب بيقول لك إن أصحاب الغرف، في ناس كده ساكنين الجنة، دول اسمهم أهل الغرف، ماشي؟ قال: يتراءون للناس التانيين اللي بره الغرف اللي هم في الجنة العادي كما يتراءى الكوكب الدري. شوف انت كده اما تبقى شايف القمر ده واضح، لا في بقى الكوكب اللي أبعد من كده. يعني تخيل إن هيكون الدرجة بينك أو بيننا يعني وبين بعض الناس في الجنة، يا رب نكون إحنا اللي في الأعلى، يبقى بينك وبينه مش متر مترين، دور أول دور تاني دور تالت، ده هيبقى بيبص لك، يا رب نكون يا رب من الفردوس الأعلى، هيبقى شايفك أو شايف الدرجة بتاعتك زي ما أنت دلوقتي كده بتشوف الكوكب في السماء. شوف بقى البعد والمسافات اللي هتبقى في الجنة. اللهم ارزقنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا يا رب العالمين. وعلشان السورة هنا بتتحدث عن الضعفاء وبتتحدث عن الجهاد، بتتحدث عن الهجرة وخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، في هنا بقى موقف عجيب هتتحدث عنه السورة بشكل لافت، وبرضه في أحكام شرعية
غصب عننا بقى، احنا قلنا ان العهد المدني فيه احكام شرعيه واحكام عقديه كتير. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه الى المدينه، وهاجر الصحابه ايضا، في بعض الناس ما هاجروش. سبب ان هم ما هاجروش ممكن مش قادر، ممكن ما لحقش، ممكن الناس فاطنوا ليه، في اسباب كتير. لكن هم كان منهم من تكلم بالاسلام. منهم مين؟ من تكلم بالاسلام. يعني لما كان المسلمين كلهم لسه قاعدين في مكه، ولسه في اضطهاد وفي ظلم وفي افتراء، كان معلوم لدى المسلمين ان فلان ابن فلان ده مسلم، ماشي، وفلان ابن فلان ده مسلم، بس كانوا لسه متداريين شويه، مش قادر يوضح، علشان هو لو قال كده قابلته ممكن تقتله، ممكن تضربه، ممكن تاخد فلوس، وممكن فكان كاتم الموضوع شويه. المهم جه الامر والناس كلها هاجرت. اتفضل مجموعه لسه في مكه ما هاجرتش، ودولت كانوا يا جماعه؟ اسمه مسلم، في الظاهر كان بيداري الكفار، لكن بعض المسلمين كان عارف ان هو مسلم في السر يعني. فالمهم لما جيت بدر، بعض هؤلاء اللي كانوا ينسبون إلى الإسلام خرج في جيش المشركين. خرج في جيش مين؟ المشركين. يقاتل مين؟ المسلمين. أو على الأقل يكسر السواد، يبقى الجيش شكله مخيف، بدل ما الجيش يبقى 900 يبقى 1000، بدل ما يبقى 1000 بقى 2000. فوجوده في الجيش كان يزيد من الرهبة والخوف في نفوس بعض المسلمين. نزلت الآية اللي جاية دي بقى في الموضوع اللي زي كده. هنقرأ الآية ونشرحها تاني، وركز بقى عشان خلاص الكلام بقى هيدخل في شوية حاجات صعبة شوية زي ايه زي المرات اللي فاتت. واحنا من طبعنا ان احنا لما بندخل في حاجة يعني بنحاول كمان نسقطها على الواقع بشكل ما. فاحنا ممكن النهاردة تلاقينا بنتكلم كده عن حكم الجاسوس اللي هو اسمه مسلم يعني، ولكن والعياذ بالله يتجسس على المسلمين، يتجسس، يبقى جاسوس على بلده والعياذ بالله، ويشارك في إضعاف بلده وإضعاف جيش بلده والكلام ده. هنتكلم عنه دلوقتي، فركز كده وإيه، وصلي على النبي كده وشير ولايك وإيه. إيه الموضوع؟ قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. في ناس مقيمين على معاصي، بيعملوا معاصي، الملائكة وهي بتتوفاهم هيقولوا لهم: أنت ظالم نفسك ليه؟ فيما كنتم، أنت ليه كنت مقيم على المعصية؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا والله احنا كنا مستضعفين ما نقدرش. كانوا بيقولوا لنا اعبدوا الأصنام نعبد الأصنام، بيقولوا لنا اعملوا كذا نعمل كذا، زي ما بيقولوا لنا بنعمل. قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ما هاجرتش ليه؟ أنت المكان ده لا تستطيع فيه إقامة دينك، وتجبر على المعاصي، وتجبر على ربما الكفر كمان. لكن القرطبي نفسه بيقول ان الناس دول مسلمين، بس احنا هنشرح الموضوع بشكل اوسع. قالوا فيما كنتم، دي في الوفاة، والملائكة بيتوفونهم، انت ليه ميت او بتموت على المعصية؟ قال له كنا مستضعفين في الارض. قالوا اولم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ايه ده؟ يعني العذر ما اتقبلش؟ طب هل في ناس هتتقبل منهم العذر؟ قال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ما لهم دول يا رب؟ فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. كده بقى الموضوع ايه احلو كده وسخن. خليكم بقى معانا. سبب نزول الآية: من أسباب نزول الآية ببساطة عشان تفهم الفكرة اللي قلت لك عليها دي، إن في ناس ممن تكلموا بالإسلام، يعني معروف لدى البعض إن هم مسلمين ولسه موجودين في مكة ما هاجروش، ومع الأسف الشديد خرجوا فين؟ في جيش المشركين، بالذات يوم بدر، وربما في بعض السرايا الأخرى. فممكن واحد منهم يقتل ماشي أثناء المعركة، فالمسلمين يسألوا: الراجل ده مسلم زي ما احنا نعرف، ولا هو دلوقتي يعني نستغفر له كده، ولو طولنا ان احنا نغسله ونكفنه بقى وربنا يغفر له على اللي بيعمله، ولا ده يعتبر كافر ونعامله معاملة الكافرين لأنه هو خارج في جيش الكافرين؟ فكأن ظهر بقى السؤال، فجات الإجابة من الله تبارك وتعالى:
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بوقوفهم في جيش الكافرين. فدي سبب نزول الآية، بعد كده هنفرع عليها في الأحداث بقى اللي احنا عايشينها. قالوا فيما كنتم، انت ايه اللي مخرجك مع المشركين وقاعد معاهم ليه وبتتبعهم ليه وما؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يبقى إذن العلة اللي هتتقال من الكل. ربنا هيقبل من البعض ومش هيقبل من الآخرين. تعالوا نشوف مين اللي لن يقبل منه ومين اللي قبل منه. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الملائكة تقول لهم قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يبقى إذن اللي كان يستطيع أن يدفع عن نفسه الوقوع في الكفر أو في المعاصي عن طريق أنه يبعد عن المكان وما بعدش، قال تعالى فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. ويبقى على هذا، وده الحكم العام بقى، إن أي إنسان يقيم في مكان لا يستطيع فيه إقامة دينه ويجبر على المعاصي أو الكفر ويظل مقيم وهو يستطيع الخروج، تناله هذه الآية. وهيتقال له كده ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا. فأنت قاعد ليه؟ منعينك من الصلاة، قاعد ليه؟ منعينك من ان انت تصوم وتصلي وبيجبروك على الفطار في رمضان وعلى عدم الصلاة، امشي. لا، ما انا عشان الفلوس عشان امشي. فاهم؟ لو بتقيم دينك خلاص. فاهم؟ مين بقى اللي ربنا هيسامحه؟ الذي لا يستطيع. تعال اسمع بقى الذي لا يستطيع شكله ايه. قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. واحد قاعد مع الكافرين بيجبروه على إنه هو يسجد للأصنام أو يعبد الأصنام، يمنعونه من الصلاة، يجعلونه يأكل الخنزير، بيغصبوه، بس هو لا يستطيع حيلة ولا يهتدون سبيلا. ما يقدرش. ابن عباس كان لسه صغير في الفترة دي، بيقول أنا من هؤلاء. ابن عباس كان بيقول ايه؟ يعني ابن عباس ما خرجش، والعباس ابوه نفسه ما خرجش. ركز بقى، العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش خرج، ما خرجش في الهجرة، مع ان كان في كلام على انه مسلم، لكن ما خرجش، بل أسر في جيش المشركين. وقيل ان هو راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني ان انا مسلم واجبروني النبي صلى الله عليه وسلم قال له تفدي نفسك. يعني ايه تفدي نفسك؟ يعني تدفع الفدية. الله، يعني مش مسلم. يعني لم يقبل منه في هذا المقام إن هو يعامل معاملة الإيه؟ معاملة المسلمين. ليه؟ لأن أنت كنت جاي في جيش الكافرين، وفي الأغلب الأعم أنت تستطيع الهجرة، وبالتالي اللي يموت في الموقف ده يعامل معاملة الإيه؟ يعامل معاملة الكافرين، إلا أن تثبت القرائن إن هو كان من المستضعفين، أو كان في قرينة تقول إن هو كان لازم يبقى موجود في المكان ده لحماية المسلمين، لأي شيء آخر. ونيجي بقى هنا لمسألة من المسائل العجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش عايز يعرف. كان في كل الغزوات أو في أغلب الغزوات كان بيوري صلى الله عليه وسلم. ليه؟ علشان طبعا بيبقى فيه عيون، في شياطين، في جواسيس، في ما كانش. من المواطن القليلة اللي وضح فيها كانت غزوة تبوك. ليه؟ لأن كان سفر طويل، وكان لازم تعرف انت رايح فين عشان تجهز أكلك وشربك. احنا مش رايحين يومين ثلاثة، ده احنا رايحين شهور رايحين وشهور راجعين، فلازم أقول لك احنا رايحين فين. فتح مكة ما كانش الأمر كده، كان قريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوري لحد ما بدأت تخرج الأخبار، وخلاص اتعرفت وجهة النبي صلى الله عليه وسلم. بس هو كان عايز يوري. ليه؟ لأنه ما كانش يريد إن مكة تستعد، لأنه هيدخل فاتح، فلو استعدت هيبقى في قتال، والقتال ده بقى مصيبة. ليه؟ مصيبة لأن أنت خلاص ده مولاد عمك. ومش أنا بس، ده أغلب المسلمين المهاجرين كلهم هناك هيتقاتلوا مع مين؟ مع عمه وابن عمه وخاله وابن خاله وأمه وأبوه. قصة بقى احنا عايزين نقلل الموضوع ده خالص، فكان الموضوع سري. فجأة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب تركب الفرس بتاعك، تاخد معاك فلان، وتوصل حتة اسمها روضة خاخ. هناك هنا هتلاقي ظعينة. هتلاقي مين؟ ظعينة. يعني ايه ظعينة يا شباب؟ يعني مسافرة. تلاقي واحدة مسافرة معاها كتاب تجيبوه منها. معاها ايه؟ كتاب، رسالة. المهم علي بن أبي طالب خد الفرس بتاعه
وجري عند المكان لقى الست. طبعا الحاجات دي يا جماعة يعني معجزات، والله معجزات. يا رب يا رب ألحقنا بها. كل لما أقرأ إن الصحابة شافوا وحضروا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أحس بالغبطة كده. يعني بجد يعني الواحد لو شاف حاجة من دي ممكن قلبه يطيب، فاهمين ازاي؟ الدنيا تفرقش معاه. راح علي بن أبي طالب لقى الزعينة واحدة مسافرة، قال لها أخرجي الكتاب. قالت له معيش كتاب. قال لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. من هنا بقى يا شباب تبتدي تخرج بقى بعض الأحكام الشرعية في المسائل السياسية والاقتصادية. عشان كده محدش يتكلم في الأحكام بتاعة الجاسوسية، والجاسوس ممكن يعمل إيه ويقعد فين، ولما يسافر بلد تانية يعمل إيه ويشرب إيه مالكش دعوة بالموضوع ده. ليه فتاوى خاصة كده مالكش دعوة بيها. الست بيقول لها لو ما طلعتيش الكتاب تخلع هدومك. فاهم إزاي؟ ليه؟ ضرورة. فهمتوا إزاي؟ فأحكام القتال وأحكام السياسة وأحكام الحاجات دي الأمور فيها ما بتبقاش ضيقة زي ما احنا متخيلين كده. فطبعا هي خافت، راحت مطلعة الإيه؟ الكتاب منين؟ من شعرها، كانت مخبياه. لقوا في الكتاب إيه؟ من حاطب ابن أبي بلتعة، باعت رسالة لمكة بيقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاي. ده اسمه إيه بقى؟ جاسوسية في الإسلام. يا نهار أبيض. حاطب ابن أبي بلتعة ده من الناس اللي كانت مشاركة في غزوة بدر، بيساعد المشركين على جيش النبي صلى الله عليه وسلم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم استدعى حاطب، وكان موجود ساعتها عمر بن الخطاب، وسأله ايه ده يا حاطب؟ قال يا رسول الله والله ما فعلت هذا ردة ولا كرها لديني ولا رضاء بالكفر. والله أنا ما عملت كده عشان خاطر يعني إن أنا بكره الإسلام أو أريد إن المشركين يعني يغلبوا المسلمين. وقال لهم يا رسول أنا عارف إن أنت هتغلب، الموضوع بالنسبة لي منتهي، أنا عارف إنك هتغلب، والرسالة بتاعتي دي يعني لن تقدم ولن تؤخر. أما الإيه طيب؟ قال بس أنا كان ليا قرابة هناك، فكنت بعمل معاهم يعني زي واجب كده. أنا طبعا بقولها لكم بس باللهجة المصري يعني. كنت بحاول أعمل معاهم واجب علشان ما يأذوش القرابة بتاعتي، لكن أنا كده كده عارف إن أنت هتغلبهم يا رسول الله، وأنا بأكد لك إن أنا لم أفعل هذا لا رضاء بكفر ولا كرها لديني ولا حاجة خالص. طبعا عمر بن الخطاب زي ما أنتم عارفين قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا. طب وإيه الموضوع؟ ولعل الله تبارك وتعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طبعا العلماء بيقولوا لو كفر ولا بدر ولا غير بدر، لو كان الفعل ده كفر أو العمل اللي يعمله إنسان كفر بالله تبارك وتعالى ما تفرقش، سواء حضر بدر حضر أحد ما تفرقش، هو هيبقى كافر. أما إيه المعنى طيب؟ المعنى إيه يا شباب؟ المعنى إن ده عقوق كبيرة من الكبائر، مصيبة من المصائب، ممكن مشاركته في غزوة بدر تمسحها لكن لا تصل إلى الكفر. وبالتالي بقى العلماء يفرعوا على الموضوع ده بقى مسألة المشاركة في جيوش الكافرين والجاسوسية على المسلمين وعلى جيوش المسلمين. حكمها إيه؟ إذا فعل هذا حبا للكفر هيبقى كافر، إذا فعل هذا كرها للإسلام هيبقى أكيد مش مسلم، إذا فعل هذا يريد استئصال المسلمين والإسلام هيبقى برضه مش مسلم. لكن إذا فعل هذا للعلل اللي جاية دي ممكن يبقى بس مجرم وظالم وفاجر. إيه؟ إن هو يكون بينه وبين الناس دول المسلمين عداوة شخصية، بيكرههم لكن هو مش بيكره الإسلام، يعني هو بيكره البلد دي، فلما كرهها راح اشتغل جاسوس عليها وأعان الكافرين على المسلمين، أو فقط عشان ياخد شوية فلوس، أو علشان ياخد حظوة، أو علشان يمسك وزارة يمسك إمارة، ماشي كده، ولكن ليس كرها للإسلام ولا حبا للكفر ولا في نيته استئصال الإسلام والمسلمين. في الحالة دي تبقى إيه؟ تبقى تنزل على نفس مسألة حاطب ابن أبي بلتعة في مسألة الإيه؟ في مسألة الجاسوسية دي يا شباب. طب في الآخر بقى أنا بعمل إيه في الأحكام؟ يعني أنا واحد مسلم في جيش غير مسلم ويقاتل المسلمين وقتلوه، ظروفه إيه؟ ظروفه هي الآية دي اللي هي مين؟ إحنا مناش غير بالظاهر. الظاهر الراجل ده كان فين؟ في جيش الكافرين، يبقى كافر. إحنا بس ده كان بيقول مسلم، أنا ما أعرفش بقى كان بيقول ما كانش، وهو في الوقت فين؟ في الجيش اللي يقاتل المسلمين، يعامل زيهم. قولي بس ممكن يكون غصب عنه عند ربنا، أنا ما أعرفش، ما أنا مش همسك كل واحد أسأله بقى، دي معركة.
لكن إذا أسر وبدأ يتبين منه أو أسلم أو تبين منه أنه كان فعلا غصب عنه، يبقى يعذر. طب أسلم قبل أن هو يحصل له أي حاجة، يعدي مسألة بقى القتل، ويبقى في أحكام كتير كده في الجهاد بقى فيها أنه هو هل بقى يبقى رقيق يسترق ولا يفدي نفسه، ولا في حاجات كتير تانية مش هنتكلم فيها عشان ما نفرعش أكتر من كده. الشاهد، الإنسان بيعامل بظاهره، فاللي هيخرج في جيش الكافرين يقاتل فيقتل، المسلمين بيعاملوه في الظاهر زيه زي الكافرين، حتى لو كان هو قبل كده اسمه إبراهيم ولا محمود ولا أحمد، ملهمش دعوة. مات يدفن في مقابر الكافرين، لا يغسل لا يكفن لا يصلى عليه لا يرث ولا يورث. طب افرض كان راجل مسكين ومستضعف أنا ما أعرفش والله، دي بقى بينه وبين ربنا، ممكن ربنا فعلا يسامحه ويغفر له ويدخله الجنة، ما عنديش فيها مشكلة. لم يقتل وتم أسره، يتسئل انت ايه ظروفك؟ لو اثبت بالادله الراجحه او المرضيه ان هو فعلا كان غصب عنه، يبقى غصب عنه. ما قدرش يثبت، يعامل زي مين؟ زي العباس بن عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال له تدفع الفديه، تفدي نفسك. يعني ايه؟ يعني سيعامل معامله الكافرين. اتفهمت يا شباب؟ واللي يموت يتقسم لنوعين بينه وبين ربنا الكلام ده. يبقى احنا في الظاهر عرفنا نعمل ايه في الظاهر. في الباطن تاخدوا الايه دي بقى. الايه دي بتقول كده: اللي كان مقيم على المعاصي او على الكفر وبيستهبل وبيقول اعمل ايه، ظروفي وشغلي ومش عارف ايه والكلام ده، الملائكه هتقول له كده. قال تعالى: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، كنت قاعد ليه في بلاد الكفر ولا تستطيع قيام دينك. لو كانوا على فكره في بلاد كفر بس انت فعلا تقيم فيها دينك. اذا فرض ان انت في مكان يمنعك من دينك او يجبرك على ان انت تعبد الاصنام او تسب الانبياء او يبقى لازم تعمل ايه؟ تمشي. لازم تمشي، ودي ما فيهاش خلاف، ما فيهاش كلام. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا غصب عننا. وكتير بيتزرعوا. اللي مش قادر يحافظ على دينه لا يجوز ليه، اللي قادر يحافظ يكمل. ماشي يا شباب؟ فالناس نصين، في ناس بيستهبلوا، الملائكة تقول لهم كده: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. اللي يحصل لهم بقى؟ قال تعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين. في بقى نص تاني أو في أجزاء تانية لا، دول مستضعفين بجد. ممكن بقى دول زي أهل، تقول بقى زي أهل بورما، زي أي مكان من الأماكن. ودي ليها أحكام تانية اسمها تحول دار الإسلام لدار حرب. ده موضوع تاني مش هنتكلم فيه. احنا بنتكلم على إن إنسان في مكان ولا يستطيع أن يقيم دينه، يمشي. قال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ما لهم دول يا رب؟ قال تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. من الآية دي يا شباب والله أنا باخد منها حاجة تانية إضافية غير اللي احنا ممكن نقوله، وهي إن أنت بقى لما تكون في عفو وعافية وقاعد في مكان لا حد بيمنعك من الصلاة ولا حد بيأمرك بالكفر ولا حد بيأمرك بحاجة، ومع ذلك انت ما بتصليش، مش تخلي عندك دم بقى؟ محدش بيمنعك ولا بينزع عنك حجابك يا أختي، ولا حد مثلا انه انت ماشية في الشارع يجرجرك من شعرك ولا يشدك من تحجيبتك ولا بتاع. طب انت ليه مش لابسة الحجاب بقى؟ طب ما الحمد لله ربنا مسهلها عليك اهو. فاهمين قصدي؟ يعني عيب بقى. احنا بنتكلم دلوقتي في أحكام الإنسان اللي قاعد في مكان مش عارف يقيم دينه ويعمل ايه بقى، وخناقات وحوارات. طب انت اللي قاعد في مكان أصلا بيدعمك وعاملين لك دار إفتاء ودار الأزهر ودار معرفش ايه ومسجد. ده انت عندك في مصر مسجد كل 5 دقايق. والله ان انا شفت احياء في مصر بين كل مسجد والتاني مسيرة 3 دقايق برجلك، وما بيكفيش. والمسجد في الجمعة بيمتلئ عن آخره الطوابق كلها والناس بتقعد في الشارع. ايه رأيك؟ كل 3 دقايق أو 5 دقايق في مسجد ومش مكفي الناس. فبص النعمة اللي انت فيها، خير من الله تبارك وتعالى ودعم من الله تبارك وتعالى، مساجد وإفتاء وناس وناس بتحب الخير وناس تحب لك الخير. اما انت تبقى تستثمر ده بقى، ما تستهبلش وانت تقعد من غير حجاب وانت تقعد تعمل معاصي وانت محدش بيجبرك. ده هنا الخناقة كلها على ناس غلابة مفعوصين في الدول التانية عمالين نقول يعملوا ايه ويروحوا فين وأحكام وقصص كبيرة. يبقى هنخلي احنا عندنا دم واحنا قاعدين بقى في الأمن والأمان والدعم، انك تلاقي دولة عاملة لك وزارة كاملة خاصة بالأوقاف والإفتاء ودعم بسم الله ودعم المساجد ودعم الصلوات
حتى لو كانت الدولة مش أحسن حاجة، حتى لو كانت الأداء مش أحسن حاجة، حتى لو كان في شيء من السيطرة، شيء من الضغط، شيء من كذا، شيء من كذا، اوعى تهد مؤسساتك بإيدك. ده العلمانيين والملحدين وغيرهم يا محلى إن أنت وهم إيدك في إيديهم تهدموا الأزهر، يا محلى إيدك في إيديهم وتهدموا الإفتاء ودار الإفتاء والأزهر ووزارة الأوقاف والكل الشيء. هتقول أصل دول صوفية مش يا عمي هم أحسن من غيرهم. فيهم مشاكل نتخانق مع بعض ونعدل وبتاع، وهو يقول حرام وانت تقول حلال، وده حلال وحرام، ونجيب الحديث ونجيب الدليل ونجيب الآية ونقعد نتخانق مع بعض ونطلع الباطل والحق، فاهم انت؟ بس في بيننا وبين بعض. لكن تدمره وتدمر بلدك وتدعي انها دار كفر وتدعي انه ناس مش مسلمين وتقول ان ده مثلا جيش كافر، وان لا ده انت عايز تتعالج، مش صعب التعامل معاك. لما دولة تعمل وزارة كاملة اسمها وزارة الأوقاف، بتعمل زي وزارة الحج في السعودية كده، أو وزارة كده ودار الإفتاء، الراجل عامل مؤسسة سياسية بتخدم الجزء الديني عند الناس. عايز إيه تاني؟ عايز إيه تاني؟ إن أنت لا إزاي لا تستثمر هذا وتستثمر هذا الدعم الموجود في إن أنت تصلي بقى، تقرأ قرآن بقى، تلبس الحجاب بقى، مش هنفضل نتخانق. ما تخيلوا كده يبقى شاب قاعد بقاله 5 سنين عمال شايف الناس بيتقتلوا في كل مكان عشان دينهم، عشان اسمهم، عشان اسمه مسلم، وبيتدبحوا وبيتقتلوا وبيطردوا، وعمالين نبوس دماغك عشان تصلي، وانت عمالين نتحايل عليك علشان تلبس الحجاب، وانت عمال يتحايل عليك عشان تقرأ القرآن، وانت عمال عشان تمسك نفسك. لازم كفاية. قال تعالى، واسمع الآية تاني عشان تعرف النعمة اللي انت فيها. ناس كانوا عايشين مع الكافرين وما قدروش يقيموا دينهم واستهبلوا شوية واستمروا على المعاصي أو الكفر، وشوف اللي حصل لهم إيه. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم بتعملوا إيه؟ ليه كنت على المعاصي أو الكفر؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. نعمل إيه؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إيه اللي مقعدك؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وابن كثير بيقول لك عسى في المواطن دي موجبة من الله تبارك وتعالى، عسى الله أن يعفو عنهم، يعني قد عفى الله عنهم، وكان الله عفوا غفورا. طب هاجر أروح فين؟ قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. جميلة الآية دي، بس دي بقى عايزة قعدة تانية إن شاء الله.